السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة كده زي ما انتم شايفين، الفيديو ده كان يوم الجمعة. يوم الجمعة بقى يوم الأجازة بتاعت الولاد وباباهم، وقلت يلا بقى أشيل الشقة دي وأرتبها. الأوضة اللي احنا فيها دي يا جماعة، دي الأوضة اللي ولادي بياخدوا فيها الدروس. زي ما انتم شايفين كده شلت السجادة بتاعتها، وكان في ورق في الأرض كده مطرح الدروس، فطلعتها كده، طلعت كل السجادة. وهجيب المنفضة دلوقتي وانفضها. بس بعد ما اطلع، بصوا يا جماعة المنظر عامل ازاي. طبعا بيطلعوا بيبقى عندهم دروس، بياخدوا الدرس من هنا، يطلعوا بقى يرموا ورق، يرموا مناديل، يقطعوا ورق بونبوني في الأرض. زي ما انتم شايفين كده جريت على الريسبشن بره، قمت جايه لما كل الورق اللي في الارض ده. دي الكراسي اللي بيقعدوا عليها، انا حاطه لهم بصراحه كراسي كده بلاستيك وترابيزه بلاستيك علشان خاطر ياخدوا عليها الدروس. وده الكربون بقى بتاع الدروس زي ما انتم شايفين. بس هم بصراحه يعني مشكلتهم ان مش بيحافظوا على اي حاجه، يعني اي حاجه يرموا بيتعاملوا حاجه فظيعه بصراحه. معرفش انتوا عيالكوا كده ولا انا عيالي بس. بس بالامانه ما بيساعدونيش في اي حاجه. تلاقي الكراسات مرمية يمين وشمال، وتلاقي الكراسة ضايعة، الكتاب ضايع، إيه مش لاقيه، مش عارفة ايه. عارفين المقلمة دي يا جماعة، بنشتري حاجاتها 200 ألف مرة كل يوم. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، كل يوم يضيعوا مقلمة، قلم، مش عارفة ايه. وطبعا نروح نشتري من أول وجديد. بصراحة مرة اتعصبت، قلت لهم لا بقى، انا مش كل شويه هروح اشتري بقى، انا اشتريت بقد ايه لحد دلوقتي. فقاموا جايين رايحين من غيره، من غير القلم، استلفوا من صحابهم قلم. فجم قالوا لي انت ما عطيتناش، احنا استلفنا من صاحبنا، مش عارفه ايه. فقلت لهم انا مش ما عطيتكوش، انا كنت جبت لكم كل حاجه زي ما انتوا قلتوا، لكن انتوا اصلا مش بتحافظوا على الحاجه، وده كده حرام عليكم. بصوا هنا جبت بقى الانتريه، قمت جايه شايله الشلت كلها، قمت جايه منفضه الانتريه، وطلعت الشلت بره كمان تتهوى. بس اللقطه دي مش عارفه ما جاتش ليه. وبعد كده جبت كده المكنسه وكنست كل الارض كده، علشان يعني الدنيا تبقى ايه، رايقه. وبعدين قمت جايه دخلت بقى ايه على الجزء التاني. الجزء التاني ده يا جماعه انا كنت حافظه زي ما انتوا شايفين كده، حتى حافظة. الحافظة دي يا جماعة بشيلها كده، بنفضها، بكنس السجادة من تحتيها بدل ما اشيل السجادة، لان السجاجيد اللي انتوا شايفينها دي كده صغيرة، اللي انا طلعتها كلها اللي هي 160 في مترين وتمانين. لكن السجادة دي يا جماعة ما شاء الله كبيرة، 2 في 3، فبصراحة بتبقى تقيلة عليا قوي قوي ان اشيلها. فعملت ايه، كنستها كده كنسة حلوة. ولو إني كان في مرّة برضه شِلتها، بس ساعات مش باشيلها، باكتفي إن أنا إيه، ألِم الحافظة كده من فوقيها وأنفّضها كده، ولو الحافظة مثلًا اتوسخت معايا أقوم جاية واخداها غاسلاها. ساعات أنقعها كده في البانيو، أحط Ariel وأحط رابس ومش عارفة إيه وأنقعها. وساعات أمسكها كده أدعكها بالفرشة. طبعًا ده كده لمّيت التراب كلّه. ابتديت بقى دلوقتي، بصوا يا جماعة شايفين الحيطة، يعني الحيطة بايظة بايظة بايظة. حطوا كان عندهم حبر قلم، فضلوا يدوسوا عليه يدوسوا عليه لحد ما طلعوا الحبر، وطلع الحبر في ايديهم. وبعدين مسكوا الحبر ده وصبعوا بيه على الحيطة. انا عايزة اعرف، بصوا كمان يا جماعة، بصوا الانتريه، الانتريه يا جماعة كله برضو اتبهدل، الايدين بتاعته. انا عايزة اعرف يا جماعة، لو انا عايزة اطلع الحبر ده من القماش اعمل ايه؟ اني بصراحة مش عارفة اعمل ايه. انا تعبت من الحبر ومن القرف ده، مش عارفة اعمل ايه. ده هنا بقى دخلت الجزء اللي جوه، قمت جاية ايه اللي هو بعد الريسبشن على طول، اللي هو الطرقة تعتبر. لميت كل السجاجيد بقى اللي فيها، برضو السجاجيد اللي فيها صغيرة، فلميتها كده برضو و حطيتها على الشباك كده تتهوى، وفي البلكونة هنا بقى الحتة اللي هي اللي فيها الكرسيين، نفضت الكراسي ومسحتها، ومسحت الحيطة، وقمت جاية
مطلعه السجاده اللي قدامها بره، لكن السجاده دي يا جماعه لقيتها برضو نظيفه، فيها فرافيت بس بسيطه، قمت جايه كنسيه كده من كريستال عاديه عشان يطلع منها اي وبره او اي خيط او اي حاجه يطلع منها. كرستها كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين حصلت بقى يا جماعة وأنا بكنس كارثة، والله العظيم حصلت كارثة. ويا ريت لو حد كده مكمل معايا الفيديو لحد كده يقول لي بصراحة أعمل إيه، لأني أنا بصراحة اتصدمت. خلينا بس كده إيه، نكنس باقي السجادة كده ونخليها زي الفل، زي عشان زي ما قلت لكم أنا مش هشيلها. زي ما انتم شايفين في قصاقيس ورق برضو من ولادي، طلعت كله كده بره على على الطرقه، عشان همسكهم بقى دلوقتي اسيق كل الكلام ده. الم بس التراب اللي طالع والورق اللي طالع ده، وهلم كل التراب ده واخلي الدنيا زي الفل. عايزه اقول لكم لما بروق الشقه كده وبكنسها، واجيب ميه وملح كده اسيق بيها، وبعدين افتح معطر، عايزه اقول لكم والله العظيم بتفرق في النفسيه، بتطلع الطاقه السلبيه من الجسم. يعني الحمد لله، ربنا يا رب يدينا ويديكم الصحة، ويبعد عن بيوتنا وبيوتكم الحسد وكل حاجة وحشة يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده لسه بكنس وحليم. بصوا بقى يا جماعة، انا جيت اهو عند ايه، عند التلاجة. حصلت بقى الكارثة، يعني انا بلم دلوقتي، بس شوفوا بقى ايه اللي حصل. لسه بلم كده في الورق وبصيت لقيت لك التلاجة يا جماعة بتجيب مية. بصوا كده انا بوريكم بس. شلت منها الفيشة، وقمت جاية على طول شايلة منها المسمار اللي ورا. لقيت زي ما انتوا شايفين كده الجيركل اللي ورا يا جماعة كله مليان مية. شايفين المية دي يا جماعة سخنة مولعة، يعني ما تقدريش تمسكيها. فكيت المسمار، وقمت جاية المية كمية مية رهيبة. عايزة اقول لكم مش اول مرة، جبت قبل كده بتاع التلاجات. بصوا كمية المية، انا بوريكم، انا كده كده كنت هسيق الطرقة، بس انا بوريكم نضفت المية كلها ورجعت اهو ركبت الباسكت اللي ورا ده. برضه لازم يتعمل بالمسامير ويتربط عليه كويس قوي، وبعد كده بتركبي الصاج وتحطيه ايه مكانه. بس يا جماعة أنا اتفاجعت. وهل في حد بيحصل عنده كده؟ لما جبت قبل كده الراجل بتاع التلاجات قال لي لا يا مدام مفيش حاجة، وانتي من وقت للتاني تحطي تلمي المية. طب ازاي؟ ما انا اول ما جبتها ما كانتش كده، كانت بتصرف المية لوحدها. ما اعرفش بقى دلوقتي. انا كبيت المية وكده كده هسيقها، وطلعت بره علشان خاطر اجيب السجاجيد بتاعتي. عطيتها تنفيضة وبعد كده جيت اخدتها. بس الاول حطيت معطر، وجبت الممسحة بتاعتي اللي انتوا شايفينها ديت، وابتديت ان انا امسح كده. كنت حاطه ديتول بالليمون، مسحت كده كل الارضيه، وهبتدي ان انا احط السجاجيد بعد ما مسحتها وروقتها. الحمد لله الحمد لله خليتها زي الفل. جمعة مباركة عليكم، يا رب تتهنوا وتتساعدوا يا رب. وما تنسيش يا جميلة يا ست الكل، لو انتي جديدة تعملي لايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بيساعدني جدا. وربنا يبارك لكم في اولادكم وفي اعماركم ان شاء الله. كده خلصت الجزئيه بتاعه الدروس جوه. كده طلعت للانتريه بره، بعمل نفس اللي عملته جوه بعمله بره، بكنس كده. الجيتول يا جماعه بالليمون احلى كمان من الجيتول العادي. ريحه الليمون بتاعته قويه جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم. والممسحه دي جميله جميله جميله، بدل بقى ما اشيل الجردل وكده زي ما انتم شايفين. انا بس حسيت ان انا لما بدخلها المية بتنزل اكتر من اللازم، ف طلعتها بره وحطيت المية زي ما انا عايزة. ابتديت ان انا افرش السجاجيد بتاعتي كلها، كل بقى اوضة افرش السجادة بتاعتها واعطر بقى الدنيا. افتح بقى دلوقتي بخور بالنسبة للمطبخ. بالنسبة للريسبشن احط الفواحة، علشان خاطر يعني ايه، تزين ريحة الشقة. انتوا عارفين البيت اللي بتبقى ريحته حلوة الملايكة بتخشوا. ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم ويرزقكم ويرزقنا بإذن الله.
ده كده الشكل بقى بعد ما نضف. اديكوا شايفين كانت كلها ورق ازاي، وكان كلها تراب وحاجات مطرح الولاد والدروس. وفرشت الحافظة تاني، وابتديت ان انا افرش السجادة بتاعة الانتريه، واحط كمان المفرش، واحط الترابيزة، واحط البونبونيرة عليها، وكده الحمد لله. ماما، وبعد كده ده شكلها كده في النهاية. بتمنى ان انا اكون عطيتكم النهاردة طاقة ايجابية، وربنا يا رب يخليكم ليا، وانتوا السبب ان شاء الله ان قناتي تكبر. ده المنظر كده بعد يا جماعة ما خلصت كل حاجة. ودي زي ما قلت لكم أوضة الولاد اللي بياخدوا فيها الدروس. يعني انا يا دوبك خلصتها، وحطوا بقى الكتب والحاجة.